يا صباح النور والسرور والسعادة حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد. يا رب الفيديو النهاردة يعجبكم. يا رب يعلمكم كله خير وبركة وصحة ورزق وسعادة يا رب العالمين. فيديو النهاردة فيديو تشجيعي وحماس كده وطاقة إيجابية. هتقومي بقى النهاردة كده معايا، هتتشجعي وهتشيلي بقى البيت عندك كده، وهنتشجع مع بعض وننضف بقى كل حاجة كده في الشقة. اول حاجه بحب ابتدي بقى بيها بقى يا بنات، احب ابتدي بقى بالبلكونه. هي اول حاجه بره يعني انا بحب كمان في اوقات انا بحب ابتدي بقى بالمطبخ. عندي المطبخ بقى يعني مكركب على اخره بصراحه، بس قلت لا، انا هخلص من الشقه، يعني اخلص بس الصاله. لان ليه بقى بخلص بقى الصاله؟ لان طبعا احنا ما بنضمنش، يعني ممكن حد يجي لنا فجاه، حد يخبط علينا فجاه، يجي لنا ضيوف فجاه. يبقى الصالة نضيفة ومترتبة، فبقيت ان انا ابدأ بيها، لان كنت ببدأ بالمطبخ واسيب الصالة مع الشقة مع الاوض مع كده. اقول يعني المطبخ مليان كركبة كتير، فببدأ بيها عشان اخلص، وبعد كده بقى برجع ايه للشقة. قلت لا خلاص بقى، يعني انا هتعود بعد كده ابدا بقى البلكونه الصاله. يعني عشان قلت لكم زي ما قلت لكم كده، ممكن حد يجي لنا فجاه او كده، يبقى في مكان نضيف ورايق كده ومترتب لاي حد يجي فجاه. تمام بس كده. فالمهم خلصت بقى البلكونه ودخلت بقى على الصاله. النهارده بقى هغسل الانتريه وهغسل الكنبه دي. عندي ابني ربنا يحميه الصغير، بعد ما جبت له العجله من الشقه التانية، كان عنده عجله وكنت سايباها هناك، جبتها له. بقت تعمل شويه شحم مش عارفه ايه كده، بقى يقعد ماما انا بصلح في العجله، انا بعمل في العجله. المهم بهدل لي بقى الانتريه وبهدل لي الكنبه اللي جوه دي، فقلت خلاص بقى انا وقت ان انا انضف بقى الانتريه وانضف الكنبه واركب الكفر بقى بتاعهم وكده، عشان احمي بقى الانتريه. كان بقاله كتير، وبقاله مده كده من ساعه ما نضفت يا بنات، التنظيفات اللي هي العميقه اللي فاتت، وانا شايله الكفر بتاع الانتريه ما كنتش مركباه. فقلت خلاص بقى انا في التنظيفه دي هنضف بقى، اغسل الانتريه واغسل الكنبه، وبعدين اركب بقى الكفر وكده. حابه كده وانا يعني واحنا يعني بننضف وكده، حابة أتكلم معاكم في موضوع مهم جدا. آه يعني للناس اللي هي بتدخل تكتب كومنتات يا بنات بطريقة سلبية، بتكتب كومنتات مش حلوة في الفيديوهات، أو مش عندي أنا بس، عند أي حد يعني عامة. آه يعني بص، انا من الناس اللي انا بقبل النصيحة عادي، يعني ما عنديش اي مشكلة خالص، وانتوا اخواتي واصدقائي، وزي ما قلت لكم قبل كده ان انا بحب ان انا اتكلم معاكم، وزي كأنكم اخواتي بالظبط يعني. لان انا بعمل الفيديو زي ما قلت لكم ان انا بفتح الصوت، وببقى مش عارفة بصراحة ان انا اقول ايه او كده، او مش ببقى مرتبة موضوع ان انا اتكلم فيه. زي ما انا ببقى مرتبة ان انا هتكلم في محتوى، في المحتوى اللي انا بقدمه، وبرد على كل اسئلتكم بخصوص الإسكان الاجتماعي وكده، وبستنى أي سؤال يجي عشان أرد عليه وأفيدكم يعني وكده. فالمهم ان انا في كومنت جالي كده مش حلو على فيديو كنت انا عاملاه، اللي هو بتاع سندوتشات الشاورما. فطبعا عايزه اقول لكم يا بنات ان الفيديوهات دي سواء انا او غيري، يعني الفيديوهات دي بتتصور على وضع مقاطع، مش بتتصور فيديو كامل متواصل، ان احنا مش بنقفل الكاميرا خالص، لا طبعا احنا ممكن بنقعد طول اليوم بنصور في تنظيفات واكل وشرب ومواعين وده وده، وفي الاخر بنمنتج الفيديو، بنقص الفيديو وبنمنتجه، بنخليه في حوالي ربع ساعة او تلت ساعة او 20 دقيقة ايا كان اللي بيقدم المحتوى او بيقدم يعني. المهم ان في كواليس ورا الكاميرا، وفي حاجات كتير بتتعمل ورا الكاميرا. المهم ان الكومنت اللي اتكتب لي، فحد، انا يعني انا كمان مش هقول اسامي، الكومنت موجود لحد دلوقتي، وانا كمان قلت لا، انا هكلم مع اخواتي واخد رأيهم. لان انا ما ينفعش ان انا ارد باي طريقة تانية على اي حد. طبعا مش كل الناس، دوت كومنت واحد او اتنين كومنت جاني بالطريقة اللي هي الطريقة السلبية، فانا ما حبيتش بصراحة ان انا ارد وكده، فحبيت ان انا اخد رأي اخواتي واصدقائي وحبايبي اللي بيستنوني وبيشجعوني بكلامهم الطيب الحلو، اللي بيحبوا فيديوهاتي وبيحبوا قناتي وبيستنوا الفيديوهات بتاعتي.
فهي بتقول لي في الكومنت بتقول لي إن ده نتان إن أنا قدّمت الخضار المشتريات اللي أنا كنت عاملاها، ومسكت الفراخ ومسكت الخضار ومسكت العيش ومش عارفة إيه، وده عفان وميكروبات ونقل مش عارفة إيه كده. فالمهم إن أنا والله قريت الكومنت ضحكت جدًا. بس أنا تعليقي كله على الناس اللي هي بتدخل الفيديو تتكلم بطريقة سلبية للناس. والله يعني أنا رأيي إن أنتِ حتى لو مش عاجبِك الفيديو، أنا في إيدي إن أنا أقلب الفيديو وما أكمّلش يعني، أدام أنتِ شايفة إن ده نتان أو ده مثلًا حاجة مش كويسة، مع إن أنتِ حضرتِك ممكن إن أنتِ يعني تكتبي لي الكومنت تنصحيني فيه، حتى لو أنا غلطانة في حاجة، مع إن أنا ما غلطتش والله، بس ممكن تكتبي لي الكومنت وتوجهيني فيه وتقولي لي الصح فين، أو إن أنا ممكن أعمل إيه، أو تديني ملحوظة أنا مش واخدة بالي منها، لإن أنا باقدّم أفكار وباخد منكم كمان أنتم أخواتي أفكار. آآ هو ده محتوايا، واللي متابعني عارف كده بالضبط إن أنا عايزة منكم أفكار باخد منكم أفكار. وكمان أنا باتكلم عن موضوع الإسكان الاجتماعي يا جماعة، وأي معلومة أنا باعرفها أنا باقدّمها على طول، يعني أي سؤال بيجيني أي استفسار بحيث إن أنا في الإسكان الاجتماعي وفي العبور الجديدة، فبارُد على الناس اللي هي بتسأل أو عايزة تستفسر عن حاجة ومش لاقية حد يرُد عليها أو حد يقول لها، فأنا موجودة عشان كده، عن تجربة يعني إن أنا جرّبت القعدة في الإسكان الاجتماعي وجرّبت القعدة في العبور وعارفة إيه يعني إيه المتاح وإيه اللي مش متاح وكده، وبارُد على الأسئلة بتاعة بخصوص الإسكان الاجتماعي. فأنا باقدّم الروتين اليومي اللي هو أنا باتكلّم معاكم فيه عن أي حاجة. خلاص أنا اتعوّدت على أخواتي إن أنا كل يوم أطلع لهم بفيديو وأطلع لهم بوصفة، إن ده يومي اللي أنا بامشّيه. أنا مش باقدّم وصفة ومش يعني مش باقدّم حاجات معيّنة، إحنا كُلّنا بنستفاد من بعض عامةً يعني. فحبيت إن أنا أرُد عليها بطريقتي الخاصة، وبرضه مش هارُد على حضرتِك في الكومنت، لإن حضرتِك كمان كتبتِ الكومنت بطريقة مش حلوة، والكومنت موجود لحد دلوقتي وأنا سايباه لأي حد من إخواتي يرُد عليكِ، ما أنا ما عنديش أي مشكلة. المهم بقى للناس اللي متابعاني والناس اللي عارفاني ومتابعاني من أول ما عملت القناة، والناس اللي بتكتب لي كلام حلو والناس اللي بتكتب لي دعوة حلوة وبتشجعني، أنا باشكركم جدًا، جدًا، جدًا على كلامكم الطيب الحلو الجميل اللي زيكم كده. أنتم فعلًا إخواتي، ربنا يا رب يبارك لي فيكم ويديكم الصحة ويرزقكم ويكرمكم السعادة يا رب العالمين. فأنا حبيت برضه إن أنا أرُد، وعامةً أنا باشكر حضرتِك على الكومنت اللي أنتِ كتبتيه وشكرًا جزيلًا، وأنا برضه حبيت إن أنا أرُد عليكِ. المهم بقى يا بنات نرجع بقى لفيديوهاتنا. وأي حد بقى الفيديو الجاي، عايزة الفيديو الجاي يا بنات يكون عبارة عن أرُد على كل أسئلتكم، أي حد عنده سؤال بخصوص الإسكان الاجتماعي، شقق الإسكان الاجتماعي، اكتبوا لي في الكومنت وأنا هارُد عليكم. طبعًا أي معلومة أنا بابقى عارفاها بارُد على طول. واللي ما يعرفنيش أنا اسمي شيماء، وأنا ساكنة في العبور الجديدة في الحي ال14، وكمان يعني أنا بقى لي سَنة موجودة في العبور، فأي حد عنده استفسار يكتب لي في الكومنت وأنا هارُد عليكم إن شاء الله بإذن الله. عايزة أقول لكم بقى يا بنات إن أنا مسكت الشقة قلبتها حرفيًا، يعني أنا طبعًا ورا الكاميرا في حاجات كتير بنعملها، بس ما باعرفش برضه إن أنا أصورها بال يعني بالضبط يعني. فباحاول إن أنا كده أشارك معاكم الفيديو، واحاول إن أنا يعني أدّيكم أفكار ونشجع بعض كده. الفترة الجاية يا بنات أنا عاملة سلسلة، هاعمل سلسلة حلوة أوي بقى خلاص، يعني الفيديوهات المنتظرة بالنسبة لي. عايزة كمان أسألكم لو حد يعني عارف نجار بيعمل غرف للنوم أو غرف أطفال أو كده، اكتبوا لي في الكومنت هل حد جرب
الغرف عملها عمولة ولا لأ. واللي عنده مثلا نجار كويس او حاجة يكتب لي في الكومنت مثلا عنوانه فين او رقم تليفونه او حاجة، وانا هسأل يعني عليه وكده، لان خلاص بقى الفيديوهات المنتظرة بالنسبة لي ان انا نويت خلاص هعمل الغرف بتاعت اولادي ان شاء الله. بس زي ما احنا عارفين ان غرف الاسكان الاجتماعي اللي هي 3 في 3، فلازم الغرفة تكون عمولة. انا بالنسبة لي الغرفة لازم عمولة عشان المقاسات. ف فادعوا لي بقى، ادعوا لي ربنا ييسر امورنا ان شاء الله، ربنا يعني كده يكرمنا بنجار كويس ويطلع لنا شغل كويس، لان انا بصراحة مش حابة ان انا اجيب جاهز، لان الجاهز يعني مش يعني انا بحس العمولة يعني افضل. وكمان خايفة ان انا برضه اجيب جاهز الحاجة ما تطلعش كويسة وكده. فكمان برضه عشان المقاسات، فلازم عشان المقاس اعمل حاجات السراير عمولة، لان عايزاها مواصفات معينة والدولاب مقاس معين يعني وكده. هنا بقى يا بنات انا خلاص بقى هبتدي اغسل الكنب. بصوا انا حطيت في المية دي كوريكس الوان، شوية مسحوق من بتاع الغسالة الاوتوماتيك، يعني انا بستعمل اوكسي وساعات تايد. فبحط بقى شوية في شوية مية، وببل السفنجة دي جايباها ناعمة مخصوص للأنتريه بنات. يعني انا شارية ال3 سفنجات دول مع بعض كانوا تقريبا ب10 جنيه، فجبتهم ال3 مع بعض. فكنت فعلا جايباهم للأنتريه. يعني قلت لا لما اجي انضف الكنبة، لان الكنبة دي بيبقى عليها دهس اكتر، لان هي قدام الشاشة، فبنبقى قاعدين دايما قعدتنا كلها قدام الشاشة. آم، فبتتبهدل بسرعة. فعشان كده بقى ايه قلت بقى خلاص انا هنضفها من من ابني ربنا يحميه يا رب. موضوع العجلة والشحم بتاع العجلة ده بهدل لي الدنيا فعلا يعني. فالحمد لله قلت بقى مش مشكلة، كوريكس الالوان بصراحة نضفها. وكمان انا حطيت بقى المسحوق اللي هو بتاع الغسالة الاوتوماتيك ده يا بنات. ليه بقى؟ عشان خاطر احنا عارفين ان المسحوق بتاع الغسالة الاوتوماتيك ما بيرغيش يعني الرغوة بتاعته ما بتبقاش كتير يعني. فانا طبعا عشان ما بوظش برضو وتبقى الرغوة كتير، ف وابوظ بقى الكنبة وكده، فقلت لا هحط بقى شوية من مسحوق الاوتوماتيك ده. وكمان احنا الكلوريكس الالوان بتاع الاوتوماتيك ده برضو بيرغي كتير، فالرغوة هتبقى عالية. فقلت لا خلاص بقى انا هحط شوية من ده وشوية من ده، واغسل بقى الكنبة واغسل الانتريه. ادوني افكار يا بنات، شاركوني كده اللي مثلا عامل غرف عنده باشكال معينة بوصف معين، اكتبيلي في الكومنت. واللي عنده مثلا معرض او يعرف معرض مثلا عنده اللي هي السراير المتر، يكون الغرفة مثلا السراير بتاعتها متر او كده، اكتبولي في الكومنت فين العناوين بالظبط وانا اسأل. يعني انا بصراحة شفت كذا نجار، شفت الشغل بتاعهم ما عجبنيش، حاسة الشغل شعبي كده، فانا عايزة حاجة تطلع حلو. هنا بقى يا بنات كنت غسلت الكنبة زي ما انتوا شايفين كده بقى، كلها جبتها بقى. بصوا الظهر والقعدة والجنوب وكل حاجة. هسيب بقى وهنا برضو غسلت الانتريه. طبعا انا يعني مش كل حاجة عرفت ان انا اصورها بالتفصيل، بس حاولت برضو ان انا اشارك معاكم الفيديو. كنت غسلت بقى الانتريه والكراسي وكل حاجة. هسيب بقى كل ده يتهوى يا بنات عبال ما اشوف هعمل ايه تاني وكده. وبعد كده بقى هرجع تاني بعد ما ينشف الانتريه. طبعا البلكونة مفتوحة، المراوح شغالة، فبعد ما ينشف بقى خالص هنضف بقى الصالة وافرشها زي ما احنا شايفين كده. خلصت بقى الصالة هنا وركبت الكفر بتاع الانتريه وظبطت، قلت الحمد لله خلاص انا بقى مش هشيل الكفر تاني بسبب البهدلة وسبب الولاد، ربنا يا رب يهديهم ويحميهم يا رب. فقلت خلاص بقى ايه رأيكم بقى بعد ما الصالة خلصتها كان الليل خلاص بقى يا بنات، يعني انا غبت كتير في الصالة. فالحمد لله يعني ربنا يدينا الصحة جميعا كده يا رب ونعيش في النعيم ان شاء الله.
كده بقى كنت خلصت الصالة بقى، وهبتدي بقى ان انا ادخل على المطبخ. عندي المطبخ عايزة اقول لكم على بعضه مليان مواعين زي ما احنا شايفين كده. بصوا انا هوريكم قبل وبعد. وانا عملت ايه، انا يعني غسلت كل اللي انتوا شايفينه ده، ونضفت كل اللي انتوا شايفينه، وعملت الحيطان وكل حاجة. كان اليوم النهاردة رغاوي، يعني بمعنى كلمة رغاوي، كل حاجة كانت يعني بص مليانة رغاوي، المطبخ، الصالة، العفش، كل حاجة. فالحمد لله ربنا يدينا الصحة. كنت هنا بقى لميت جزء جزء كده. غسلت بقى، لميت يعني رصيت بقى كل المواعين اللي كانت نظيفة ومحطوطة. ومسكت اول حاجة بقى الرخامات، يعني غسلت الرخامة دي، شلت كل حاجة على الرخامة اتغسلت ونضفتها، وزي ما انتوا شايفين كده سبتها تتصفى. وبعد كده قلت بقى اغسل الرخامة عشان ارجع بقى كل حاجة مكانها، وتبقى كل حاجة نظيفة. بعد ما خلصت بقى مرحلة الرخامة والجزء بتاع المطبخ الالمنتال ده كله، مسكت بقى البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده، رغاوي من بره ومن جوه ومن فوق ومن كل حتة. المهم نضفته وخلصته ونشفته ولمعته. ورحت بقى على الجزء التاني اللي هو جزء الرخامة. كنت هنا بقى يا بنات عملت كمان الحيطان، نضفتها ولمعتها. انا بعمل الحيطان يا بنات بحط شويه كلوريكس الوان وشويه مسحوق يعني، على الفوطة اللي هي فوطة المطبخ، وبالمساحة كده، وبروح اعمل بقى انضف بيها الحيطان كلها. هنا بقى كنت خلصت المطبخ زي ما احنا شايفين كده بقى، والتلاجة وكل حاجة بقت زي الفل. يا رب بقى كده تقومي بقى تتشجعي معايا كده، ولو عندك شوية مواعين تقومي تخلصيهم، ولو عندك كده عايزة تمسحي الشقة قومي بقى وتشجعي كده، مش هتاخد معاكي اي حاجة، على طول بإذن الله هنكون مخلصين. هخلص بقى المطبخ وهمسك بقى غرفة غرفة. انا مشيت الاول بنظام يا بنات، دخلت الاول على الصالة، على البلكونة، وبعد كده الصالة، وبعد كده المطبخ. وهنا بقى كانت غرفة ابني، يعني غرفة الولاد، زي ما احنا شايفين كده مبهدلة ومكركبة وفيها كل حاجة، المراوح وكل حاجة. هشيل بقى الأوضة كلها وهنضفها. وغيرت بقى هنا الملايات، ورتبت ومسحت بقى الحيطان، ومسحت كمان الباب والشباك، ولمعت الكراسي بتاعتهم الصغننة دي، ومسحت الأرض ونفضت كده، وغيرت الملايات، ورحت فرشت كده. خلصت بقى الأوضة دي، وبعد كده بقى هروح انتقل بقى على الأوضة بتاعت بنوتي التانية. زي ما احنا شايفين كده يا بنات، الأوض زي ما قلت لكم هي صغيرة، الأوض بتاعت الإسكان الاجتماعي اللي هي 3 في 3. ايه رأيكم في الحوافز اللي انا كنت جايباها دي يا بنات؟ بعد كده بقى لما اجيب ان شاء الله الأوض، طبعا احنا عارفين ان الأوض عايزة مشاية ما بين السراير، هيبقى بس مشاية ودواسة كده عند الباب. هشيل بقى الحوافز دي بحطها اغير بقى في الصالة وكده. كانت هنا في أوضة بنتي، وبرضه روقتها خلصتها وغيرت الملاية بتاعتها، وشلتها ومسحتها ومسحت النجفة وكل حاجة. وكنت خلصت بقى يا بنات الشقة خالص، وخلصت الطرقة وغسلت الحمام ومسحت البلكونة الصغيرة وكل حاجة. عايزة اقول لكم ان خدت معايا وقت، بس كل حاجة بتهون في سبيل ان انا اشوف البيت نضيف وبيلمع. دي بجد راحة النفسية. كانت طبعا بنوتي حبيبتي بتساعدني. وهنا بقى كنت خلصت الشقة ودخلت عملت كمان اكل. والله يا بنات عايزة اقول لكم ان انا قبل ما اخلص كده حطيت الاكل في الفرن عشان اخلص الشقة ويكون الاكل جاهز. عملت صينية بطاطس بالجزر كده في الفرن، عملت رز بشعرية، كان عندي شوربة، عملت كمان شوربة لسان عصفور. وده كان غدانا النهارده. اللهم دمها نعمة يا رب، واحفظها من الزوال يا رب العالمين. يا رب الفيديو كان عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا. اشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد وروتين جديد، والسلام عليكم.